أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولقاء جديد نلتقي من خلال شاشة الفضائية المصرية وأمم أمثالكم. النهاردة عندنا حلقة بفقرات متنوعة، عندنا فقرات تسجيلية، عندنا معلومات كثيرة سوف نتناولها من خلال هذا اللقاء من خلال فقرتنا الرئيسية. اسمحوا لنا أولا نبدأ مع فقرتنا التسجيلية ثم ندخل إلى بقية الفقرات. محار البحر ليس مجرد كائن بحري لذيذ يتم تقديمه في أرقى المطاعم، بل هو كائن حيوي يلعب دورا هاما بالنظام البيئي للمحيطات والبحار. يتميز هذا الرخوي بصدفته الصلبة وقدرته على تصفية المياه، مما يجعله مهندساً طبيعياً للبيئة البحرية. يتغذى محار البحر عن طريق تصفية المياه، حيث يمتص الطحالب والكائنات الدقيقة الأخرى، حيث يمكن للمحار البالغ تصفية كمية كبيرة من المياه يومياً، مما يساعد على الحفاظ على نقاء المياه وجودتها. وتجذب مناطق زراعة وصيد المحار السياح، مما يساهم في الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من أن معظم اللآلئ تأتي من أنواع أخرى من الرخويات، إلا أن بعض أنواع محار البحر يمكن أن ينتج لآلئ ذات قيمة عالية. ويواجه أيضاً محار البحر العديد من التحديات التي تهدد بقائه، فإن تدهور جودة المياه والتلوث الناتج عن أنشطة البشر مثل الصرف الصناعي والزراعي يؤدي إلى تدهور جودة المياه، ويؤثر سلباً على صحة المحار وقدرته على التكاثر. وفي النهاية يعد محار البحر كائن بحري مدهش ذو أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، وإن قدرته على تنقية المياه وتوفير الموائل تجعله عنصراً أساسياً في صحة النظم البيئية البحرية. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وده ميعادنا مع فقرتنا الرئيسية. فقرتنا الرئيسية النهاردة سوف ننزل فيها إلى عالم البحار. في كائنات كتير تناولناها من خلال حلقاتنا السابقة، ويمكن اكتشفنا من خلال هذه الحلقات أن هناك كائنات بحرية ما نعرفش عنها معلومات كثيرة، بل أن البعض لا يدرك أنها كائن بحري من الأساس، زي ما الناس بتعتقد ربما أنها أجزاء صخرية أو أجزاء عشبية أو حاجة من هذا القبيل، زي ما البعض كان بيعتقد مثلا بالنسبة للشعب المرجانية. النهاردة إحنا من خلال خوضنا في عالم البحار سوف نتناول واحد من هذه الكائنات اللي ربما لا نمتلك الكثير من المعلومات عنها. سوف نتكلم في هذا اللقاء عن المحار، هذا الكائن البحري الذي ربما نتناوله بمعلومات دقيقة ومفصلة للمرة الأولى. بيسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء واللي هيشرح لنا أكثر عن المحار الأستاذ دكتور خالد جبة، أستاذ البيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم جامعة المنوفية. أهلا بحضرتك معنا. تشرفنا في زمان. أهلا بحضرتك. إذا أردنا أن نعرف المحار لمشاهدينا هنقدر نعرفه إزاي أو نوصفه إزاي؟ خلينا نقول لحضرتك إن المحار يعني أحد أفراد مجموعة من الكائنات اسمها الرخويات، المجموعة الثانية في كبر الحجم في وسط الكائنات اللافقارية، من أضخم المجموعات الحقيقة اللافقارية حجما على وجه العالم، على وجه الأرض. يمكن نسمع عن بعض أقاربه من نفس المجموعة، مجموعة الرخويات دي، نسمع عن الأخطبوطات، نسمع عن السيبيا، وبعضنا يسمع عن المحار. المحار بمنتهى البساطة هو كائن لا فقاري. كائن لا فقاري احنا تصنيفنا في علم الحيوان البسيط خالص بعيد عن بعض التعقيدات،
بيصنف الكائنات لفقاريات زي الإنسان مثلا والبقية الثدييات والزواحف والطيور وما إلى ذلك والبرمائيات، كائنات عندها عمود فقري. وكائنات أخرى لا فقارية يغيب عنها الدعامة بتاعت الظهر اللي هي العمود الفقري دي. فالمحار أحد أفراد عائلة أو أحد أفراد مجموعة المولاسكا أو الرخويات من اللافقاريات. المحار بيتكون من جزئين اتنين أساسيين. الجزء الخارجي بتاعه اللي هي الصدفة الصلبة بتاعته، ودي في الأساس بتتكون من كربونات الكالسيوم، مغطيها طبقة بروتينية من بروتين شبه الكايتين كده بيسموه الكونكيولين. من الداخل دي اللي بتديه الصلابة الخارجية، اللي هي اللي بتديه مقاومة التيارات المائية، بتديه مقاومة المفترسين أو البريدتورز بتوعه. من الداخل بيكون الجزء الرخو أو اللي هي الأنسجة الرخوة بتاعتنا. ويمكن البعض بيستغرب شوية إن الأنسجة الرخوة بتاعته فيها أجهزة بالظبط تقريبا زي الأجهزة اللي احنا بنسمع عنها، لكن هي كلها موجودة داخل زي ستارة كده من الداخل أو زي غشاء من الداخل بيسموه المانتل أو بيسموه الوشاح في بعض الأحيان. الغلاف ده هو اللي بيفرز الصدفة الصلبة بتاعته، هو اللي بيكونها بالتدريج، وهو اللي بيحيط الأعضاء الداخلية. الأعضاء الداخلية فيها أجهزة حيوية كاملة زي اللي احنا متعودين عليها. فهو ليه جهاز هضمي وليه جهاز تنفسي ومتكون من الجلد من الخياشيم زي خياشيم الأسماك تقريبا بالظبط. يعني هذه الصدفة اللي جواها هذا الشيء الرخوي أو الهلامي في أجهزة تنفسية وأجهزة مشابهة لنا كبني آدمين؟ وأقدر أقول لحضرتك كمان فيها أجهزة مناعية وفيها أجهزة هضمية وفيها جهاز دوري وفيها تقريبا أغلب الأجهزة اللي موجودة. يمكن الجهاز العصبي بتاعه مش متقدم جدا جدا بحكم كونه كائن محدود الحركة في المعتاد، لكن ده عنده أجهزة كاملة ككائن حي، يعني بيعيش وبيتكاثر وبيتفاعل مع البيئة بتاعته بنشاط جدا زي ما ممكن نشوف. فالمحار مش مجرد كائن صخري، مش مجرد كائن غير متحرك، ده كائن دايناميك جدا وكائن ليه أهميات كبيرة جدا زي ما ممكن نشوفها بعد كده. هل المحار هو نوع واحد كله يطلق عليه اسم المحار، ولا هو في أنواع أو في أشكال أو في اختلافات؟ احنا من كلامنا بنقول على المحار، لكن المحار في منه أشكال وأنواع مختلفة جدا. منه أنواع كتير. احنا بنقول إن هو ده تاني أضخم، يعني ينتمي إلى مجموعة هي التاني أضخم حجما في مجموعات اللافقاريات بشكل عام اللي هي مجموعة الرخويات زي ما قلنا. فالمحار منه أشكال متنوعة كتيرة جدا. وبعدين هو مش ماء بحري أو مش ماء مالح فقط لا غير، ده هو ماء مالح وماء عذب. في منه مثلا موجود عندنا كتير جدا في النيل، لكن مش متعرف عليه كتير ما بيننا وما بين بعض. في منه الماء المالح، الأشكال بتاعته أشكال مختلفة. يعني في منه اللي بيسموه الأويسترز أو المحار اللي هو شبه محار اللؤلؤ مثلا، بتكون الصدفة الخارجية بتاعته خشنة غير منتظمة الشكل. في منه حاجة اسمها الماسلز اللي هي بتكون الصدفة بتاعتها نقول مستدقة شوية أو مطولة مستدقة شوية. في منه الكلامز الصدفة بتاعتها بتكون دائرية مع بعض التدخلات في المسميات دي وما بين بعضها. فهي أشكال مختلفة، أشكال متعددة جدا. وفسيولوجيات برضه مختلفة على حسب المكان اللي موجودة فيه. فبنقول هو في منه مالح، في منه ماء عذب، حتى طرق تكاثره مختلفة وطرق يرقية، حيوات يرقية مختلفة. احنا بنتكلم على أفراد بأنواع أعداد كتيرة جدا مش قليلة بأي شكل من الأشكال. يعني زي ما بنقول بعض الأصداف الخارجية، هو الصدف الخارجية بيكونها في الأساس من هو نفسه، بس هو بيستعمل المعادن اللي موجودة في المنطقة اللي حواليه عشان يرسبها في الصدفة بتاعته. المنطقة اللي هو عايش فيها على حسب قوة الأمواج ممكن تكون الصدف دي أقوى أو أضعف، أشد أو أضعف على حسب لو قوة الأمواج قوية يبقى لازم ألاقي الصدفة قوية عشان يقدر يقاومها وهكذا. سمحت لنا دكتور خالد وأعزائي المشاهدين، في تفاصيل حضرتك كثيرة قلتها من خلال هذا اللقاء، وذكرت مسميات مع ذكرها دي بالنسبة لنا مأكولات، سواء كنت بتتكلم على الأويسترز أو الماسلز أو الكلامز، دي اللي احنا بالنسبة لنا هو بلح البحر والبكلاويز بتاع بورسعيد، والبعض ربما مش هيربط بأن هو ده المحار اللي احنا بنتكلم عنه. هناخد من حاجة تفاصيل أكثر، ولكن بعد أن نخرج إلى فقرتنا وهل تعلم. هل تعلم؟ ليس لديه رأس أو قلب حقيقي، على عكس معظم الحيوانات، فإنه يفتقر إلى رأس واضح أو قلب مركزي بالمعنى التقليدي. محار البحر ثنائي الجنس في بعض الأحيان، ففي بعض أنواع المحار يمكن أن تغير جنسها خلال دورة حياتها، فقد تبدأ كذكر ثم تتحول إلى أنثى أو العكس. محار البحر لديه أسنان على حافة الصدفة، فعلى الرغم من أنه ليس لديه أسنان بالمعنى المألوف، إلا أن حواف صدفة المحار غالباً ما تكون مسننة أو تحتوي على نتوءات حادة تساعدهم على إغلاق الصدفة بإحكام وحماية أنفسهم.
نظراً لحساسية محار البحر للتغيرات البيئية. كان بعض البحارة يعتمدون على سلوكه في فتح وإغلاق المحار للتنبؤ بالمد والجزر. بعض أنواع المحار الصغيرة يمكنها القفز أو التحرك لمسافات قصيرة عن طريق فتح وإغلاق صدفتها بسرعة لدفع نفسها للأمام. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين ونستكمل لقائنا مع الأستاذ الدكتور خالد جبة، الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنوفية. وقبل ما نخرج للفاصل تكلمنا عن الأنواع المختلفة من كائن المحار، ومن خلال تصنيفات حضرتك ذكرتها هذا الكائن كائن مأكول. أكيد أكيد. يعني هل إحنا متعارفين عليه في منطقتنا بشكل مألوف بالنسبة لنا ككائن من الكائنات المأكولة بالنسبة لنا؟ والله هو احنا في منطقتنا، لو حضرتك بتتكلمي على منطقتنا المصرية فاحنا متعارفين عليه من أعماق التاريخ، من أيام المصريين القدماء. أكيد حضرتك تعرفي اللؤلؤ، لكن تعرفي إن هو خارج من البحار. خارج من البحار، وهي صدفة بيبقى جواها اللؤلؤ ده بالظبط كده. تمام. طيب لو أنا هتكلم عنه في الثقافة المصرية عندنا بمنتهى البساطة، المحار موجود يعني مع المومياوات، مع بعض المومياوات اللي بيطلعوها زملائنا حتى في المتحف المصري، بيطلعوا أصداف من كائنات بحرية كانت موجودة مع المومياوات الفرعونية، وأكتر من كده بيطلعوا أصداف لكائنات من محار المياه العذبة، محار النيلي، برضه مع بعض المومياوات المصرية. وكان بيستعمل المحار في أوقات زي كده كنوع من الزينة، يصنعوا منه الأزرار، يصنعوا منه أجزاء من مشغولاتهم أو مصنوعاتهم، علبهم وكده. كانوا بيستعمل الزينة لعالية القوم، كان بيستعمل بشكل عام كحلة من الصدفة بتاعته. ده احنا عندنا هنا في مصر الكلام ده، عندنا في ثقافتنا أو في حضارتنا احنا المصرية الموضوع ده. هو مأكول من بعيد الزمن، لكن هو يمكن يعني قابلية الناس انها تاكله او معرفة الناس انها تاكله يمكن مقتصر شوية اكتر على المناطق الساحلية عندنا. بنتكلم على مدن زي السويس، زي بورسعيد، زي اسكندرية، راس البر، المدن اللي هي بتصطاده بشكل مباشر وعارفة عنه كتير وكده. فهو مأكول محبوب، ومأكول محبوب في منطقة البحر المتوسط على فكرة كلها، مش عندنا احنا بس. لو هنوسع الدايرة شوية زي ما قلنا عشان نتكلم على وجوده في المنطقة العربية، فحضرتك تعرفي ان في كتير من دول الخليج العربي كان مشهور قوي صناعه صيادين اللؤلؤ. صيادين اللؤلؤ اللي هم كانوا موجودين في دول زي الكويت، الامارات، البحرين وسلطنه عمان وما الى ذلك. ده متجذر جدا جدا في تاريخهم. كان صياد اللؤلؤ في مراكب الصيد دي بتتحرك للبحر لشهور، وكان الصياد بينزل بيعمل الغوص بتاعه او الغطسه بتاعته، بتقعد دقيقتين مثلا فيها ولا حاجه، معاه كيس صغير قناع لحفظ الوجه، يعني لمحاولة إطالة فترة التنفس ما أمكن. غطسة بتقعد حوالي دقيقتين تقريبا، بينزل فيها حوالي 10 إلى 25 متر، ينزل يجمع اللؤلؤ من المحار اللي موجود تحت، وبعد كده يطلع على المركب. هم مستنينه الخبراء بتوع الموضوع، حد فيهم بيسموه النخاس، اللي هو يعني بيصنف المحار ده، بيصنف عفوا اللؤلؤ ده الأحجام، الحجم الصغير، الحجم المتوسط، الحجم اللي كذا كذا كذا، وبيجهزوه للتجارة للتصدير بعد كده لدول زي الهند مثلا والكلام ده. ولسه لغايه دلوقتي محار اللؤلؤ موجود، لسه لغايه دلوقتي صناعه موجوده وصناعه محبوبه، محار الطبيعي. فالمنطقه العربيه بتاعتنا تعرفوا من ابعاد من اعماق الزمن فيها، سواء عندنا احنا في مصر او بنتكلم على دول ثانيه زي دول الخليج العربي. طب اذا كنا تحديدا بنتكلم عن محار اللؤلؤ، في هذه الحاله اللؤلؤ هو الكائن اللي جوه المحاره، ولا الطبقه الرخوه اللي بتبقى مغطيه اللؤلؤة هو ده الكائن الموجود اللي حضرتك أشرت في الفقرة السابقة أنه كامل الأجهزة وعنده جهاز تنفسي وعنده جهاز مناعي وكل هذه الأشياء؟ فمين هنا الكائن؟ الكائن هو المحار بمنتهى البساطة. المحار هو اللي بيدخل فيه حاجة صغيرة زي ذرة رمل مثلا أو طفيل معين بيكون موجود فيه، فيستجيب جسم المحار. احنا اتفقنا دلوقتي ان هو كائن زي أي كائن تاني ليه جهازه المناعي، فأحد الاستجابات المناعية بتاعته لما يلاقي جسم غريب دخله، إن بعض أنواع المحارات بتحيط هذا الكائن بطبقة من كربونات الكالسيوم، وطبقة من بروتين اللي هو الكونكيولين ده، وطبقات مش طبقات كتيرة. بيسموا العملية ككولكتيف، أو اللي هو المحيط بتاع الطفيل ده بيسموه النكر. فالنكر ده اللي هو يعني البروتينات وكربونات الكالسيوم اللي هي بيحيط بيها الكائن، الطفيل الغريب اللي دخل عنده او الجسم الغريب اللي دخل عنده، يفضل يرسب عليه لغايه ما تتكون الشكل اللي احنا عارفينه بتاع اللؤلؤه. فهو تكوين اللؤلؤ بيكون في الاساس بدايه هو عمليه مناعيه،
اللؤلؤ ده جزء صلب بيتكون لما يكون في طفيليات موجوده، لما يكون في كائنات غريبه داخل الجسم المحار، بيتكون كاستجابه مناعيه لهذا الكائن. اللؤلؤ جسم صلب جوه المحار نفسه، ومش كل انواع المحار بالمناسبه. ما هو اكيد مش كل انواع المحار هنفتحها وكنا نلاقي فيها أكيد. لؤلؤ، ولكن طبعا هي معلومه مثيره للانتباه ان تكون اللؤلؤ بيجي كنوع من رد الفعل لدخول طفيليات للمحار، فبيتكون اللؤلؤ. خلينا نتكلم عن دي الاستجابه المناعيه الطبيعيه، استجابه مناعيه طبيعيه لبعض انواع المحار اللي فيها حاجه طبقه بيسموها المذر اوف بيرلز، طبقه من طبقات الانسجه، وبتملك انها تعمل الاحاطه دي، بتملك انها تعمل التغليف ده بمعنى صح. لكن الموضوع استعمل من قبل اليابانيين في بدايه القرن العشرين تقريبا اذا كان اللي انا متذكره صح، علشان يقدروا يستزرعوا اللؤلؤ بشكل صناعي، بحيث ان هم يقدروا يدخلوا للمحار، يعملوا زي جراحه صغيره كده للمحار، يدخلوا في منطقه معينه اللي هي منطقه الوشاحه ومنطقه المنتل دي جسم معين بحجم معين، ويقفلوها تاني بنفس الطريقه الجراحيه، وبعد كده يخلوا المحاره تطلع هي بنفسها اللؤلؤ او اللؤلؤه او اللقالق على حسب ما هيطلعوا من عددها، من عدد اللي هم طالبينه، يعني على حسب الزرعات اللي هم بيزرعوها دي بمعنى اصح، وهكذا. وبعد كده خد الجماعه الصينيين التكنيك وعملوا الموضوع في محار المياه العذبه، يعني استزرعوا محار المياه المالح اللي هو اللي بيعمل اللؤلؤ، وكمان قدروا انهم يجربوه في بعض انواع محاريات المياه العذبه ويطلعوا لؤلؤ مياه عذبه، لؤلؤ محاريات مياه عذبه في مزارع عندهم، وهكذا. في كل الاحوال هي نفس القاعده، اذا كان للكائن للنوع ده من المحار القدره الفسيولوجيه ان هو يعمل الاستجابه دي، وعنده الطبقه اللي هي المذر اوف بيرلز دي، ساعتها ممكن بيعمل اللي هو اللؤلؤ اللي موجود. طبعا مش هنتكلم عن اختلافات البرايسز والاسعار، لان ده حاجه بتختلف طبعا، محار بحري بالتاكيد اغلى واعلى، المحار الطبيعي برضه اغلى واعلى وهكذا، لكن في طلب وسوق عالمي للقالق، والطلب ده والسوق ده بيرحب جدا جدا بكل انواع اللقالق، لكن بيدي لكل كاتيجوري او كل مجموعه السعر الخاص بتاعها. طيب حضرتك اشرت انه المحار ده موجود في المياه المالحه وموجود في المياه العذبه. حقيقي. بالنسبه للمحار اللي بيتكون داخله اللقالق، لماذا تتركز هذه الخاصيه في مناطق دون مناطق اخرى؟ يعني في محار موجود عندنا في مصر سواء في البحر الاحمر او البحر الابيض، وفي محار في جنوب القاره الاوروبيه على البحر المتوسط، لكن هنلاقي ان التركيز على البحار اللي هو بينتج اللؤلؤ موجود في عده دول بعينها دونا عن مناطق اخرى. فاذا كان المحار موجود في كل انواع المياه ومنتشر، لماذا تختص هذه المناطق اصلا فقط بان يعني موجود فيها بكثره المحار اللي بيحتوي على اللؤلؤ؟ يا استاذ منى، المحار بانواع مختلفه، انواع متعدده كثيره جدا جدا. يعني انا مش عايز اقول يعني انا ممكن حد بس مثال عندنا من عالم الحيوان، هو لا يمس باي شكل من اشكال المحار، لكن هو مثال لا اكثر ولا اقل. اقدر اقول مثلا العائله القطيه اللي هي القطاطيات، في منها النمر، في منها الاسد، في منها القطه اللي هي المنزليه اللي عندنا، في منها في منها الوشق، في منها اشكال مختلفه خالص، وكل واحد من دول هو نوع بيولوجي للجماعه بتاعته، للكروموسومات بتاعته، للماده الوراثيه بتاعته، يختلف عن النوع الاخر، وللقدرات البيولوجيه بتاعته اللي تختلف عن النوع الاخر بالتاكيد. لو انا هنقل الموضوع لعالم المحار، فالمحار انواع مختلفه كتيره جدا جدا جدا. بعض انواع المحار اللي موجوده في بعض البيئات زي بيئات الخليج العربي على سبيل المثال، بعضها صادف ان هو ليه القدره ان هو ينتج اللؤلؤ، وبالتالي بقوا ينتجوا منه اللؤلؤ، وعارفين ده من زمن طويل جدا جدا. بعض انواع المحار الموجوده في اليابان مثلا او في الصين او لها القدره دي، فعرفوا انها لها القدره دي وهكذا. لكن مش معنى ان انا الاقي عندي محار يبقى هو ليه القدره دي. يمكن بعد كده لو اتنقل الموضوع للعالم الصناعي، ممكن نبدا نفكر في ان العائله بتاعت النيل اللي عندنا، او المجموعه بتاعت النيل اللي عندنا اللي هي مجموعه المحاريات النيليه اللي عندنا، هي نفسها المجموعه الكبيره اللي بتضم محاريات المياه العذبه في الصين، اللي قدروا بشكل ما انهم يطوعوا بعض افراد عشان ينتجوا اللؤلؤ. فساعتها ده محتاج كتير من الريسيرش، كتير من البحث العلمي عشان نشوف هل ده متاح ولا لا. هل ان احنا ننتج من المحار المياه العذبه اللي عندنا لؤلؤ ده متاح ولا لا؟ هنا يدخل دور العلم، هنا يدخل الدور الاساسي للعلم وهكذا. لكن اختصارا للموضوع، مش كل المحارات عندها نفس القدره البيولوجيه زي بعضها، مش كل المحارات عندها قدره انها تنتج المحار، مش كل المحارات عندها القدره انها مثلا ترشح المياه بنفس ده قصه ثانيه خالص، ترشح المياه زي المحارات الثانيه. كل كائن وليه القدرات البيولوجيه بتاعته في حدود النوع بتاعه وهكذا. فدول بقى عندها المحار اللي ليه القدره دي تقدر انها تنتج اللؤلؤ، دول ثانيه ما عندهاش القدره دي لكن عندها محار خلاص ممكن يعمل اغراض ثانيه خالص. نتوقف بعد اذن حضرتك دكتور، وبعد اذن اعزائي المشاهدين مع فقره كائنات لطيفه، ثم نعود ونستكمل الحوار.
بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونستكمل لقائنا وفقرتنا الرئيسية النهاردة اللي بتدور عن المحار. والسؤال يعني بيلح عليا من بداية ما حضرتك عرفتنا عن المحار. كيف يتكاثر المحار؟ تكاثر المحار يعني برضو طالما اتكلمنا على اختلاف السبيسيز او اختلاف الانواع بتاعته، هي في برضو اختلافات شويه في التكاثر بتاعته. يمكن كتير جدا منها بيتكاثر بالشكل اللي هو بيقولوا عليه الاكسترنال فيرتلايزيشن او اللي هو الاخصاب الخارجي، لما الذكور والاناث لما بيقرب موسم التزاوج او لما بيدخل موسم التزاوج. فيهم ذكور واناث كمان بالظبط كده بالتاكيد. هو على فكره في بعضهم منها هيرمافروديت بيقولوا عليه، او بنقول عليه اللي هو بيقولوا عليه الايه الخنثى، اللي هو فيه ممكن المنسل ده والمنسل ده مع بعض. لكن في كل الاحوال نقول ان الامشاج الذكريه والانثويه بتطلق للمياه، ولما بتطلق للمياه بيحصل فيرتلايزيشن، بتحصل عمليه الاخصاب، وبتتكون اليرقه. في كتير من الانواع البحريه خصوصا بتتكون خارجيه، واليرقه دي بتكون صغيره جدا جدا، حاجه كده في حجم حبه السمسم، ممكن اصغر من كده شويه، وتغتذي تتغذى بمنتهى البساطه على الطحالب اللي موجوده في المنطقه بتاعتها. حره الحركه، بتتحرك تدور على التغذيه بتاعتها، او بتاخد التغذيه بتاعتها من المياه المحيطه لغايه ما توصل لمرحله معينه تنزل على القاع البحري، وتبدا ترسب كربونات الكالسيوم، وتبدا ترسب العناصر الثقيله اللي هتكون الصدفه الخارجيه او الجزء الصلب من الصدفه الخارجيه بتاعتها، وتعيش حياتها او تكمل حياتها ككائن مستقل. بعض انواع المحار خصوصا بعض انواع محاريات المياه العذبه بتتكون اليرقه داخل جسم الانثى، باعتبار بالفيرتلايزيشن او بالاخصاب والكلام ده، بتتكون اليرقه داخل جسم الانثى وبتوصل لغايه مرحله معينه وبعدين بتطلق. ولما تطلق بتتصرف بطريقه غريبه شويه. احنا اتكلمنا عن اليرقات البحريه كتير منها للمحار يرقات حره الحياه حره الحركه، بتتحرك وبتختزي بمنتهى البساطه على الحاجات اللي حواليها. لكن كتير من محاريات المياه العذبه زي اللي عندنا في النيل خصوصا اليرقه بتكون طفيليه، بمعنى ان الشكل الخارجي بتاعها بيشتمل ان الصدفه الصغيره خالص الدقيقه بتاعتها دي عليها اسنان، بتتحرك مع تيارات الميه تحاول تدور على اي عائل او هوست لها من الاسماك. اسنان صغيره دقيقه جدا جدا مع حجم الكائن الصغير جدا جدا ده، وتدور على الكائن اللي هو الهوست او العائل بتاعها اللي بيكون احد اسماك المنطقه اللي هي بتعيش فيها. ولما يوصل بتثبت نفسها على جسم هذا العائل، على الخياشيم بتاعه العائل، الخياشيم بتاعه السمكه او العضلات بتاعه السمكه، الجلد بتاع السمكه، وتبدا تغتذي. ما اقدرش اقول ان هو كطفيل بيأذي السمكه بشكل رهيب، لان حجم اليرقه فعلا بيكون صغير جدا جدا جدا. وسبحان الله بيكون في نوع من الكروستوك او المحاوره ما بين اليرقه والجهاز المناعي بتاع العائل اللي هو السمكه، انها ما تدمرهوش او انها ما تاذيهاش، ما تاذيش اليرقه دي. تفضل متصله بيها اسبوع اسبوعين مثلا تقريبا لغايه ما توصل لمرحله معينه من الحجم. بعد كده الاسنان دي بتضمر، فبتسقط اليرقه من على جسم السمكه وتنزل الى القاع المائي، قاع المياه العذبه، وتبدا تعيش حياتها بقى ككائن حر التغذيه. يبدا يتغذى بقى على الحاجات المحيطه بالترشيح، زي ما هنتكلم عليه التغذيه بالترشيح، اللي هي واحده من العوامل الهائله الاهميه في حياه المحار في البيئه اللي بتاعته، في البيئه المائيه بتاعته ايا كانت وهكذا. لكن في اختلاف كبير ما بين زي ما حضرتك شايفه اليرقات بتاعه كائنات المياه العذبه وكائنات المياه المالحه. واللي بيدعم حياه كائنات المياه المالحه او بيدعم اللي بيدعم يرقات محاريات المياه العذبه وجود العائل اللي هي متكيفه معاه الالاف من السنين، زي اسماك النيل مثلا عندنا. الجهاز المناعي ما بيدمرهاش، بيسمح بان حاجه زي كده تحصل لغايه درجه معينه وهكذا. في اختلافات كبيره في التكاثر ما بين ده وما بين ده. حضرتك ايه بكلمه التغذيه بالترشيح؟ التغذيه بالترشيح دي اقول لحضرتك دي يمكن من اهم الصفات البيئيه بتاعه المحار بمنتهى البساطه. شخصيا انا بسمي المحار على طول حارس البيئه المائيه، ايا كانت البيئه اللي هو فيها، بيئه بحريه او بيئه مياه مالحه. التغذيه بالترشيح، المحار اي محار من الانسجه الرخوه بتاعته في زي انبوبتين اتنين خارجين من المحار. واحده فيهم بنسميها الانهيلنت سايفون او اللي هو مخرج الاستنشاق مثلا، والتاني بيسموه الاكسهيلنت سايفون او مخرج الطرد، مخرج الشهيق، واحيانا بيسموه مخرج الزفير، بس مش شهيق وزفير بتاع هواء عادي، زي اي مخرج ومدخل بتاع محطه ميه حضرتك بتشوفيها. الانبوب اللي هو اللي بيدخل الميه جوه الجسم ده بيسحب الميه علشان يوصلها للخياشيم. احنا اتفقنا ان المحار من الاول فيه خياشيم زي اي كائن مائي. فالميه لما بتعدي على الخياشيم بتاعه المحار، الخلايا بتاعتها فيها زي شعيرات دقيقه جدا جدا، بتعمل نوع من السيفنج او الفلترنج، بتعمل نوع من الترشيح للجزيئات المتعلقه في الميه، العالقه في الميه وهكذا. وتمر الميه، بقيه الميه اللي هي المترشحه، للناحيه الثانيه عشان تخرج من الاكسهيلنت سايفون او المخرج بتاع الكائن. والحركه بتاعت الترشيح اللي حصل دي هو يعني عمل ترابنج او عمل اسر للجزيئات اللي موجوده في الميه، وخرج الميه الباقيه شبه نقيه او شبه منقاه او منقاه بدرجه كويسه جدا جدا، ويقوم مخرجها للميه العاديه.
يعني ده من عوامل الحفاظ على البيئة البحرية. خليني اقول لحضرتك ان هي اولا هي عمليه فسيولوجيه تخصه، لان هو الجزيئات اللي اثرها على الخياشيم بيمررها بشكل معين للقناه الهضميه ويغتذي بيها الحاجات اللي فيها الغذاء بتاعه من خلايا طحلبيه وما الى ذلك. والحاجات التانية اللي هي ما تخصوش او مش مهمه بالنسبه لتغذيته بيحيطها بالمخاط وما الى ذلك، ويخرجها كمان نسميه براز كاذب او سودوفيسس، بيخرجها وتترسب على القاع البحري، الخطر بتاعها اقل ما يكون. لكن الميه اللي خارجه اللي هي الميه النقيه دي من عوامل الحفاظ على الكلاريتي او نقاء عمود المياه لدرجه كبيره جدا جدا. التقديرات بتاعت اللي بترشحوا المحاره الواحده مختلفه شويه، ففي ناس بتقول ان محار المياه العذبه ممكن المحاره الواحده ترشح حوالي 48 لتر من الميه في اليوم. والمحار المياه المالحه اللي بيعيش طبعا في بيئه اصعب واقوى ويمكن احجامه اكبر وهكذا ممكن بيرشح من 50 ل 200 لتر المحاره الواحده في اليوم. لكن التقديرات دي نقدر نقول هي مش بالظبط يعني دقيقه بنسبه 100%، لكن نقول وطبعا معتمد على الحجم ومعتمد على النوع للمحاره وما الى ذلك، لكن بنقول ان هو تخيلي حضرتك حقل او منطقه كبيره مليانه بالمحار ممكن تكون شكل نقاء المياه فيها عامل ازاي. العمليه بتاعت الترشيح الحيوي احنا كلنا عندنا في بيتنا فلاتر ميه وهكذا عشان ناخد الميه نقيه نظيفه بتشال منها الجزيئات اللي ممكن تكون بالنسبه لنا خطره ومؤذيه. العمليه بتاعت الترشيح الحيوي دي الكائنات او المحاريات بتقدر انها تسحب بيها كتير من المواد اللي ممكن تكون ذات خطوره جدا على البيئه المائيه وعلى حيوانات ونباتات البيئه المائيه. هي معلومات مهمه جدا النهارده بنسمعها لاول مره ربما مع كثير من مشاهدينا اللي اعتقد انهم هيشاركوني الراي انه ما تعرفنا عليه النهارده من خلال هذه الفقره الرئيسيه عن المحار. بتقول ان احنا في معلومات كثيره بتنقصنا ونحن نتكلم عن عالم البحار بشكل دقيق، ولكن اليوم تكلمنا عن هذا الكائن، كائن المحار اللي ربما يمثل البعض مجرد غذاء، ولكن ما أشير لي الدكتور من خلال كلامه في الفقرة الأخيرة عن أهمية وجوده البيئية وقدرته على فلترة وتنقية المياه والدور اللي بيقوم به الحقيقة هو دور شديد الأهمية. في ختام لقائي اسمحوا لي أن أشكر ضيفي الأستاذ الدكتور خالد جبة، أستاذ البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم جامعة المنوفية. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. ودلوقتي أعزائي المشاهدين بيحين موعدنا مع لقطة الأسبوع. أعزائي المشاهدين وصلنا معاكم لآخر حلقتنا لهذا الأسبوع. نرجو أن احنا نكون وفقنا في اختيار مجموعة الفقرات والمعلومات والفقرات الرئيسية التي قدمناها من خلال هذه الحلقة. الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء جديد، حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.